الأمين العام لحزب الاستقلال، وبأسابيع قليلة بدأت المشاكل ودخلت الحكومة والأغلبية في أزمة. ما تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية تحية خاصة إلى كل المشاهدين. فيما يخص هذا الرد، أولا هذا كلام أظن لا يستحق الرد، ولكن مع كامل الأسف بما أنه صادر عن رئيس حكومة الذي أتى بعد دستور فاتح يوليوز 2011، أظن أنني سأرد متأسفا، ولكن لا بد من الرد باسم كل الاستقلاليات والاستقلاليين. في الواقع أن رئيس الحكومة لما تحمل المسؤولية، وهو دائما يشتغل كرئيس حزب، لم يرقى لحد اليوم إلى مستوى رئيس حكومة. ولهذا بعد المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، ومن بعد ما رئيس الحكومة كان له اليد الطولة في التدخل من أجل الشيطنة داخل حزب الاستقلال، وكذلك بعض الأحزاب الأخرى التي عقدت مؤتمراتها سنة 2012. العمل الذي قام به أساء إلى الديمقراطية وأساء إلى رئيس حكومة الذي من المفروض عليه أن يتحلى بالحكمة وبالتبصر، ولكن مع كامل الأسف خرجات رئيس الحكومة دائما نضطر إلى الرد عليها. من هنا أقول أن الآن كاين واحد الخطاب سياسي جديد عند رئيس الحكومة، مما جعل أن الخطاب السياسي نزل المستوى ديالو. ولهذا أظن أننا اليوم احنا مسؤوليتنا جميعا وخصوصا داخل حزب الاستقلال أننا نرفع من مستوى الخطاب السياسي. حزب الاستقلال كان عنده خلاف واضح مع تدبير الشأن العام في عهد رئيس الحكومة سي عبد الإله بن كيران. اختلفنا حول طريقة التدبير. اختلفنا لماذا؟ لأننا أولا وقعنا على اتفاق فيما بيننا 4 أحزاب سياسية، وقدمنا برنامج حكومي إلى البرلمان الذي صوت عليه. هذا البرنامج الحكومي من بعد مرور سنة اكتشفنا أننا ما حققنا ولو نقطة واحدة من برنامجنا الحكومي تحت إشراف رئيس الحكومة. نبهنا رئيس الحكومة وطلبنا منه أولا إعداد برنامج بديل ما دام أن البرنامج الأول لم يستطع تنفيذه، واعتمادا أولا على برامج الأحزاب السياسية وخصوصا برنامج الحزب الحاكم اللي كان واحد التعاقد مع الشعب المغربي. إذا بالنسبة إلينا طلبنا تعديل حكومي في مستوى البرنامج الحكومي، لأن البرنامج الحكومي أتى بأقطاب حكومية، وحزب الاستقلال كان مستعدا وكنا هيئنا برنامج اقتصادي من أجل الخروج من الأزمة، وقدمنا مذكرة يوم 30 مارس 2013 إلى السيد رئيس الحكومة، مع العلم أننا قدمنا اقتراح وأن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في المجال القطب الاقتصادي ما دام أن وزير الاقتصاد والمالية ينتمي إلى حزب الاستقلال. وقلنا آنذاك أن الزيادة في الأسعار هو خط أحمر. برنامجنا مبني على الحكامة، محاربة الريع، محاربة الفساد، ولكن رئيس الحكومة مع كامل الأسف تآخى وأصبحت له علاقة وطيدة مع الفساد ومع المفسدين مع كامل الأسف، وهو الذي رفع شعار محاربة الفساد ومحاربة الاستبداد، فتحول الرجل من محاربة الفساد والاستبداد إلى أكبر مستبد في هذا الوطن. ولهذا لم يأخذ بأي رأي لحزب الاستقلال، بما أن حزب الاستقلال لم يجد مكانا مريحا داخل الحكومة من أجل إنقاذ الأوضاع الاقتصادية، من أجل تشغيل المعطلين، من أجل الزيادة في الأجور، من أجل تقليص من الأسعار لأن أسعار تكتوي الشعب المغربي، من أجل إصلاح حقيقي للصندوق المغربي للتقاعد، ما دام أن الإصلاح الذي يدعيه رئيس الحكومة هو إفساد حقيقي بالنسبة لنا. كيف يعقل الآن أن نضيف 2 إلى 5 سنوات للموظفين من 60 سنة إلى 65 سنة؟ كيف يعقل أن تكون هناك زيادة في نسبة المساهمة بالنسبة للموظف، ولكن الأجر الذي سيتقاضاه الموظف من بعد ما يصبح متقاعد هو أجر سيتقلص إلى حوالي ثلث؟ بالنسبة إلينا هذا إصلاح. قدمنا بدائل ولكن رئيس الحكومة لا يقبل البدائل. كذلك فيما يخص صندوق المقاصة، قلنا لرئيس الحكومة لا يعقل اليوم أن الدولة تتأخذ صندوق المقاصة 70% من الضرائب اللي هي مفروضة على المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز ومحروقات، وهذا شيء خطير. قلنا تقلص الحكومة من ضرائبها
ومن هنا غادي يكون تقليص ديال النسبه ديال الدعم ديال الدوله لصندوق المقاصه. ولكن رئيس الحكومه وقع في غيابنا مع صندوق النقد الدولي من اجل ان يرهق ميزانيه الدوله عن طريق القروض الاجنبيه، ومن اجل ارهاق كاهل المواطن المغربي في الزيادات في الاسعار. مع كامل الاسف لم ينصت، ولهذا قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومه، واصطفى وحزب الاستقلال الان موجود الى جانب الشعب المغربي من اجل مقاومه ومواجهه هذا المد الان ديال رئيس الحكومه اللي هو خطر على استقرار وامن الدوله المغربيه. نرجعوا لنقطه اخرى ثارها رئيس الحكومه في البرنامج الخاص، كتعلق بما اسماه بهجومكم على الوزراء ديالو في الحكومه وانتم مازال معاه في الاغلبيه. السي بن كيران قال بانه عقد لقاء معكم لمعالجه الوضع، طويتوا الصفحه وخرجتوا راضيين بهذه العباره، لكن فوجئ مره اخرى بمهاجمه وزراء اخرين. ما ردكم على ذلك؟ لا ابدا. واولا رؤساء الوزراء هم وزراء تابعين لاحزابهم، هناك 4 احزاب تشكل التحالف الحكومي وليس حزب واحد. اذا نحن لا يمكن للشعب المغربي ان لا ينتقد الوزراء او لحزب الاستقلال. نحن ننتقد اداء الوزراء ومعامله وتعامل الوزراء مع المرحله، لان هذه مرحله دقيقه، مرحله اللي جابت هذه الحكومه عن طريق الشارع المغربي، والشارع المغربي هو اللي كان عنده الفضل بالاضافه للاحزاب السياسيه والنقابات في المجتمع المدني في دستور فاتح يوليوز 2011. اذا هذا الشعب المغربي اليوم شنو تيطلب؟ تيطلب يشوف الملموس في تحقيق مطالبه، وهي مطالب عادله الشعب المغربي. اذا احنا بالنسبه لنا لا بد ان ننتقد الحكومه. الحكومه اليوم لا زالت تعتبر ان لا حاجه لها بالمعارضه، مع العلم في الدول الديمقراطيه المعارضه هي مكمل للحكومه. لو كان رئيس الحكومه ينصت الى المعارضه ويأخذ الإيجابي منها ويترك السلبي، كانت النتائج غتكون إيجابية جدا. ولكن رئيس الحكومة له مخططه الخاص ويتحمل كل النتائج اليوم اللي هي نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني. والآن تلاحظون أن كل المقاولات الكبرى التي كانت تشتغل داخل الوطن بعد ما شن عليها حرب عن طريق فريقه في البرلمان وعن طريق حزبه، الآن هي التجأت إلى إفريقيا وإلى دول أخرى في العالم من أجل تحريك عجلات الاقتصاد في هذه الدول. مع العلم ما أحوجنا إلى هذه المقاولات الكبرى لتشتغل في هذا الوطن من أجل إيجاد الشغل للمعطلين. ولهذا اختلفنا، لأن اليوم اللي تنقول الموظف غادي يمشي يشتغل حتى ل 65 سنة، اليوم غنقلصوا مناصب الشغل اللي هي أصلا صبحات قليله وقليله جدا، ما تنعوضوش حتى عدد المتقاعدين. ما دام اننا ما تنعوضوش عدد المتقاعدين، ما غيبقاو عندنا متقاعدين بدايه سنه 2015. اذا هذا الشباب فين غادي يمشي؟ الى الشارع مملوء اليوم مع كامل الاسف. طيب سي شابط، ما تعليقكم على ما ورد على لسان رئيس الحكومه سي عبد الله بن كيران بانكم رفضتم مشاركه نواب الحزب في لقاءات عقدها هو شخصيا مع رؤساء الفرق لتنزيل القوانين التنظيميه ومراسيم الدستور؟ لا، هو التعامل ديال رئيس الحكومه مع الاحزاب السياسيه مع كامل الاسف هو تعامل ديال السلطويه وديال الاقصاء. ماذا يعني السي عبد الاله بن كيران لما يستدعي احزاب اخرى دون ان يستعمل المساطر القانونيه؟ لان احزاب عندها قيادات. راه ما يمكنش رئيس الحكومه يكون رئيس البرلمان اليوم يتدخل في كل المؤسسه. هو عليه، وهذا ما يروج له، انه هو رئيس البرلمان، هو رئيس كل المؤسسات العموميه بما فيها المندوبيه الساميه للتخطيط. خصها بدا تمشي له في التصور ديالو، والا غادي تكون خارجه جاده الصواب. المؤسسه الغرفه الثانيه لاول مره في تاريخ المغرب اليوم البرلمان تقطع عليه البث. اذا احنا بالنسبه لنا قلنا كاين احزاب سياسيه يجب اليوم ان نرقى الى القرار السياسي الحكومه. ولكن مع كامل الاسف انعدام تنزيل الدستور الحقيقي اليوم، تنزيل وبسرعه هو اثر اليوم على الاداء. كذلك تعامل ديال رئيس الحكومه مع باقي الاحزاب السياسيه، لان يمكن نقول لك هذا نموذج الان فريد من نوعه على المستوى الدول الديمقراطيه. وانا رئيس الحكومه لحد اليوم بعد 2.5 سنين لم يجتمع ولو لمره واحده مع قاده الاحزاب المعارضه او الاحزاب بصفه عامه او المركزيات النقابيه. الحوار مغلق مسدود. ولهذا حزب الاستقلال خذا القرار الصحيح الان من بعد ما انسحب الحكومه. ثم الشعب المغربي يلاحظ الان ان كل خميس هناك تعيينات بالمحسوبيه في المناصب الساميه،
وهناك كذلك زيادة في الأسعار كل شهر الآن، المحروقات كل أنواعها. اليوم الدقيق المدعم سيندثر، واليوم الحكومة تقول أن هذا الدقيق وهذا الخبز ديال 24 ريال مضر بالصحة. لماذا؟ باش ينمحي من السوق، لان اتفقوا مع البنك الدولي انه عوض ما يزيدوا في الاثمان ديال الدقيق المدعم غادي ينقصوه من السوق حتى ينضاد، ويضطر المواطن المغربي يشري الخبزه بدرهم ونص وجوج دراهم، وهذا خطير كما فعلوا فيما يخص البيتاغاز. ما زادوش في الثمن، ولكن الان الجميع يتحدث عن نقص في الوزن، كذلك في مواد اخرى الحليب الشاي. اذا كل المواد الان تاثرت اما عن تقليص في الميزان واما انه زياده في الاسعار مع كامل الاسف. طيب سي شبان، انتقاد اخر وجهه رئيس الحكومه للمسيره الاحتجاجيه اللي قمت بها ضد سياسات الحكومه في 22 شتنبر، وقال بان هذه مظاهرات مهزوزه. ما رايكم؟ لا، انا تنظن كلام مثل هذا من رئيس حكومه للعالم يعتبر ان المغرب نموذج في تدبير واحد المرحله ديال ما يصطلح عليه بالربيع العربي، اللي مفروض على رئيس الحكومه يشجع المسيرات، ورئيس الحكومه يشجع الوقفات السلميه الجاده، هو اللي يحمي حقوق الانسان اذا تمست في هذا الوطن. مع كامل الاسف تحول الى رئيس حكومه الان ضد المسيرات السلميه وضد الاحتجاج، ودائما يواجه معارضيه بالنقد اللاذع وبالشتم والسب، مع العلم ان رئيس الحكومه كان عليه اولا الان يتكلف بالاقتصاد ويبني اقتصاد وطني حقيقي مبني على تكافؤ الفرص ما بين كل الفاعلين، ويعمل على محاربه الريع بطرق قانونيه وسليمه، وما يبقاش دائما كل معارض لسياسته او كل من رفع صوته من اجل المطالبه بحق لهذا الشعب المغربي تواجهه بالاشاعات وبعايات الفارغه. يجب ان يبتعد عن ذلك. ورسالتي لرئيس الحكومه هو انه يشتغل الان، لان سنتين مرت وقانون الماليه 1014 اصبح حقيقي، يعني 3 سنوات مرت بدون ان يلاحظ الشعب المغربي اي تغيير. ولهذا الشعب المغربي ذكي، واقول انه سيقول كلمته في القريب العاجل. سي حميد شباط، الامين العام لحزب الاستقلال، شكرا لك. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام، الى موعد لاحق باذن الله.